السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد. إن شاء الله هنشرح في الدرس ده إزاي تبقى تاجر على مواقع الأفيليت اللي هي مواقع التسويق بالعمولة. طبعا احنا كنا شارحين المواقع ديت إزاي تبقى مسوق بالعمولة لو انت حابب تسوق بالعمولة. شارحين أكتر من موقع وشارحين على موقع تاجر خصوصا. شرح التسويق بالعمولة بالتفصيل، لو ما شفتش الفيديوهات ممكن تشوفها. النهاردة إن شاء الله هنشرح إزاي تبقى تاجر بقى معاهم. يعني ازاي مثلا لو انت عندك بضاعة وعايز تسوق ليها او عايز تعرضها عندهم، ازاي تتفق معاهم وازاي تخلي الموقع يقبل ان هو يخلي المنتج بتاعك موجود على الموقع، والمسوقين يسوقوا لك وانت تكسب وهم يستفيدوا وكله يستفاد. طيب انت مثلا عندك منتج مثلا وليكن سماعة. طبعا احنا ده موقع تاجر احنا كنا شارحينه قبل كده. لو حابب تشوف الفيديوهات اللي فاتت برضو روح شوف بعد ما تخلص الفيديو ده يعني. طيب ده مثلا موقع تاجر. انت مثلا عندك بضاعة، عندك مثلا السماعة ديت، بتتفق مع الإدارة. مثلا انت بتقول لهم انا عندي السماعة دي. طبعا انت بتجيب المنتج بتاعك يا اما من مصنع يا اما من مستورد يا اما من مورد في بلدك، ايا كان انت بتجيب المصدر منين. المهم يبقى عندك مثلا بضاعة، سواء سماعة سواء تيشيرت سواء بنطلون سواء ترنج، ايا كان انت حابب تبيع ايه. هم عندهم منتجات كتير وانت ممكن تقدر تدخل السوق بأي منتج انت حابب تدخل بيه. طيب وليكن مثلا ناخد مثال السماعة دي. السماعة دي مثلا انت بتجيبها من المصنع ب50 جنيه او ب50 دولار او ب50 ريال على حسب عملة بلدك. تمام. طبعا الموقع ده شغال في السعودية وفي مصر وفي الامارات. تمام. طيب انت مثلا بتجيب السماعة دي ب50 جنيه. السماعة ب50 جنيه، انت مثلا بتحط مكسبك حوالي 20 جنيه مثلا يعني ايا كان انت بتجيبها بكام انا معرفش، على حسب المنتج بتاعك طبعا وانت ادرى بنفسك. طيب انت بتحط الربح بتاعك مثلا 20 جنيه، كده يبقى 60 جنيه. وبتحط للمسوق الربح بتاعه مثلا 20 30 40 50 ايا كان، على حسب برضو انت بتحدد والموقع طبعا بيحدد معاك. وطبعا الموقع بياخد الكميات ديت منك بيحطها في المخزن عنده، عشان اي طلب بيجيله من المسوقين بياخد الطلبات منهم وبيوصلها للعملاء. وطبعا بينزل لك المكسب بتاعك وانت بتسحب، سواء عن طريق البريد او عن طريق الحساب البنكي او عن طريق مثلا المحافظ الالكترونية زي فودافون كاش وموبينيل واتصالات، ايا كان طريقة السحب بتاعك ايه. طيب انت دلوقتي لو عايز مثلا عندك منتج وعايز تنزله في موقع مثلا من مواقع الافيليات ديت، سواء تاجر او اي موقع تاني، انت تقدر تعمل ايه؟ انت ممكن تدخل هنا في، طبعا بعد ما تسجل وتعمل حساب، انت هنا في حاجة اسمها خدمة العملاء. ممكن تكتب لهم رسالة هنا. هما طبعا بيبقوا شغالين من وقت معين، مثلا من 9 الصبح لحد مثلا 6 بالليل او حاجة. انت مثلا كلمهم الصبح بيبقى افضل، يعني بيبقوا موجودين. طيب انت هنا بتدخل تبعت لهم رسالة بتقول لهم يا جماعة انا عندي منتج وحابب ان انا اعرضه، ممكن توصلوني للإدارة. هم طبعا بيدولك رقم او بيوصلوك بالإدارة، انك بتتفق معاهم بيوصلوك للمسؤولين الناس اللي هم مسؤولين في الموقع عن الحاجة ديت. تمام. دي وطبعا هم ليهم ارقام واتساب ممكن تجيبها طبعا، وليهم جروب على الفيسبوك ممكن تقدر توصل لهم، وليهم طبعا صفحة على الانستجرام. انت على حسب بقى الموقع اللي انت حابب تتفق معاه. طبعا يفضل انك تجيب منتج ما يكونش عليه منافسة كتير لو انت عايز تكسب فعلا كويس، ويكون وتكون سائل عليه كويس وشايف السوق بالنسبة له عامل ازاي. هل في هل في ناس هتطلبه فعلا، وتسأل مرة واتنين وتلاتة وتشوف الناس. يعني ممكن تعمل تجربة في الأول وتنزل في الجروبات هل يا جماعة المنتج ده كويس. الناس هتقولك اه، اللي هم طبعا المسوقين هيقولك اه نزله. فانت بتعمل اختبار الأول وقبل ما تنزله، يعني بتطمن قبل ما تنزله عشان ايه؟ ما تغامرش.
او لو انت واثق بقى ان المنتج بتاعك هيشتغل وتمام، مفيش مشكلة، بتتفق معاهم على طول وبتقول لهم يا جماعة انا هبعت لكم المنتج ده مثلا بكمية معينة، وهم لو المنتج موافق على شروطهم والمنتج بيوافقوا، مثلا في مواقع بتشوف الخامة الأول، هل الخامة كويسة، هل مش عارف ايه، بيفضلوا يسألوك شوية أسئلة، وانت طبعا بتجاوبهم على الأسئلة ديت، وبيتفقوا معاك ويقولك تمام. ممكن يطلبوا منك عينة في الأول، يعني حاجة واحدة منه، يعني مثلا بيطلبوا منك سماعة يشوفوها، يشوفوا المنتج عامل ازاي، وبعدين بيقولك تمام تمام، مش تمام بيقولك لا المنتج ده مش هينفع معانا، او هينفع معانا ابعت الكمية. طبعا انت بتبعت لهم الكمية على حسب انت جايب مثلا كمية قد ايه. ممكن تجيب مثلا 500 قطعة، ممكن تجيب 300 قطعة، على حسب انت عندك او انت حابب تبدأ بكمية قد ايه. هما طبعا ممكن يكون ليهم حد ادنى، بس انت بتشوف برضو، لان كل موقع بيختلف عن التاني في السياسات بتاعته وكده. فانت برضو ممكن تجرب اكتر من موقع. لو انت مش عارف موقع معين، ممكن تشوف ادارة كل كذا موقع. في مثلا فيديو احنا عملناه عن اكتر من موقع، المواقع دي شغالة كويس في التسويق بالعمولة، ممكن تتفق مع الادارات بتاعهم وتشوف السياسات وتشوف بياخدوا عمولة قد ايه، وتتفاوض معاهم وكل حاجة، والدنيا ان شاء الله تبقى كويسة. بس يعني هو ده كان كل الشرح اللي انا كنت حابب ان انا اقوله لك. طبعا لو انت عندك مثلا منتجات في السعودية، انت الربح بتاعك بيبقى افضل، وفي الامارات طبعا بيبقى افضل. لو انت تقدر تاخد مثلا من مستورد في السعودية او تاخد من مستورد في الامارات وتديلهم في المخازن بتاع التاجر، خاصة يعني لانهم شغالين في السعودية وفي الامارات، ده هيكون المكسب بتاعك افضل. لان شوف مثلا هنا الربح بتاع المسوق بس 20 دولار، 20 ريال، هنا 30 ريال، هنا مثلا 55 ريال. طيب انت ممكن الربح بتاعك يكون اعلى من كده برضو، وممكن يكون زي كده، على حسب المنتج بتاعك انت تحط هامش ربح ازاي. تمام، يعني كل منتج بيختلف عن التاني، هنا مثلا تلاقي 30، هنا تلاقي 55، في حاجة هنا تلاقيها 20. يعني المنتجات بتختلف من منتج للتاني، وعلى حسب ايه، على حسب شغل المنتج نفسه كمان. فانت اهم حاجة تجيب منتج تعرف ان هيبقى عليه اقبال، وتعرف ان ما فيش عليه منافسة كتير، ويكون منتج جودته كويسة عشان يتباع بسرعة. ولو حد حابب يشتري اكتر، ولو حد مثلا من العملاء بيشتري المنتج ولقى المنتج جودته كويسة فعلا، ممكن يشتري تاني وتالت ورابع، ويقترحوا للناس ويقترحوا لأصحابه. تمام. بس كده، دي كل حاجة ان شاء الله النهاردة. ولو حابب تسأل عن حاجة معينة او حابب ان انا اتكلم في حاجة معينة، اكتب لي تحت في الكومنتات، وانا ان شاء الله اكون معاكم. وكمان ممكن ان شاء الله نعمل في الفيديوهات الجاية ازاي تسوق بقى، او ازاي مثلا تبقى تاجر مع موقع امازون. طبعا كلنا عارفين موقع امازون وموقع جوميا وموقع نون، ازاي تبقى تاجر معاهم، لان المواقع دي في ملايين الناس بتدخلها يوميا فعلا، سواء بقى في مصر، سواء في السعودية، سواء في الامارات، سواء في امريكا، على حسب المنتج اللي انت حابب، على حسب السوق اللي انت حابب تستهدفه. بس كده، دي كانت كل حاجة. ان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. مع السلامة.